سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت باش واحد يعطي رأيه في الوضع اللي تاع بلادنا الحالي الدقيق والخطير، خاصة اللي عندي انطباع، ربما نكون غلط، أني نوعا ما محاصر وممنوع من الكلام. ثم تلفزات تستدعاك تشارك في برنامج ثم تنحيلك شطر كلامك. ثم تلفزات تستدعاك باش تشارك البرنامج، أما قبل بساعتين تلغي الاستدعاء. ثم تلفزات ما تعطيكش حتى حق الرد بعد ما هجمتك ظلما. وثم تلفزات تزيد تسجل لك موقفك بالماكينات والضوء وكذا، وبعد ما تعديش موقف جملة واحدة، بحيث عندي شعور أني ربما ممنوع من الكلام. لكن كالعادة مانيش باش نلوم على أصحاب القنوات التلفزيونية، أنا اقتداء بمقولة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: التمس لأخيك ولو 70 عذرا. نعرف شنو هي الضغوطات نتاع أصحاب القنوات التلفزيونية والمعادلات اللي مضطرين باش يقوموا بها باش يحافظوا على نسبة معينة من الاستقلالية، بحيث ما نلومش عليهم وربعينهم. لكن الحمد لله ثم الوسائل الاتصال العصرية هذه تكنولوجيك العجيبة، واحد ينجم يوصل صوته قدر المستطاع كما تقول إذاعة موزايك المحترمة. طبعا نوصل صوتي بالنسبة للناس اللي يهمهم رأيي، ربما فقط. نجيو من الآخر. المبادرة اللي قام بها سي باجي قايد السبسي، واللي هي توا بصدد التفعيل تاع تكوين حكومة وحدة وطنية، أنا شخصيا أعتبرها بمثابة المسرحية ذي الأربع فصول، مسرحية متاع بأربع فصول. الفصل الأول إزاحة سي الحبيب السيد. الفصل الثاني توقيع إجماعي على وثيقة أوليات. الفصل الثالث تعيين سي يوسف الشاهد بالذات رئيس حكومة بالذات. والفصل الرابع تشكيل حكومة وحدة وطنية. المسرحية هذه اللي صممها وأخرجها سي باجي قايد السبسي بنفسه، الهدف نتاعها هي تجديد شرعية سي الباجي. في نهاية الأمر تجديد شرعية سي الباجي اللي تهرت كثيرا بعد عام ونصف من الفشل الذريع على جميع المستويات. في بالنا بعد الانتخابات كل شيء باش يتحسن، يا أخي كل شيء مشى من سيء إلى أسوأ، فما فشل. سي الباجي عمل الإخراج هذا باش يحاول يجدد شرعيته وشعبيته. نجيو للفصل الأول، إزاحة سي الحبيب السيد. قرار إزاحة سي الحبيب السيد ما هوش وليد المبادرة، ما جاش نتيجة للمبادرة متاع تكوين حكومة وحدة وطنية، اسبق المبادرة بأشهر. في الاجتماعات متاع تنسيقية الأحزاب الحاكمة بحضور سي راشد الغنوشي وسي الحبيب السيد ومسؤولين متاع الأحزاب الأربعة، الناس كل لاحظت الهجوم العنيف وفي قلة ذوق ضد سي الحبيب السيد من طرف القياديين متاع نداء تونس. باندهاش لاحظوا الشيء هذا. في اشبيك ما نحيتش الوزير هذاك، ما قلنا لك نحيه، ما تنساش اللي احنا سميناك، راه فهمت، ونجم نحاسبوك في كل وقت. ففهمت الناس الكل، فهم وقتها اللي قرار ازاحه سي الحبيب السيد اخذ محتم. يقول قائل علاش، شنو السبب؟ حسب المعلومات اللي جاتني وحسب تحليلي الشخصي اللي ربما يكون غلط، سي الحبيب السيد ما خذاش الطوع
ما خذاش التوعية، تحصن بصلاحياته الدستورية بجد، أخذها بجد ومارسها بكل استقلالية وجدية، وخاصة سعى أن ينأى بنفسه عن الضغوطات والإملاءات والخلفيات والمناورات اللي جاية من كل جهة، من كل جهة، الجهة الإدارية، الجهة السياسية، الجهة المالية، الجهة اللوبية والجهة العائلية. احنا في تونس معروف تاريخيا، معروف أما تداخل ما بين العائلات أصحاب السلطة ومؤسسات الدولة، ديما ثم تداخل، هذه حاجة معطى ثابتة تاريخية في بلادنا. فولا ما عادش يصلح سي الحبيب، ما مشاش في الطريقة وبالطريقة اللي كانوا يستناوها منه، خاصة اللي سي الباجي معناها ثقافيا وجينيا ما ينجم يخدم كان في نمط رئاسي، مش مستانس هكا وحده يجي يعطلوا هكا يقول له، خاصة اللي هو يعتبر روحه ولي نعمته اون بليس، هو اللي سماه. فعليه لازم يتفور، لازم يتفور. لكن المشكل فاش؟ المشكل في اللي دستوريا سي الباجي ما ينجمش ينحي سي الحبيب السيد، ما ينجمش، ما عندوش الحق. عمل الاخراج هذايا نتاع حكومه وحده وطنيه، هذا يقول حكومه وحده وطنيه ضمنيا سي الحبيب لازم يمشي. من نهار اللي اعلنا على حكومه الوحده الوطنيه سي الحبيب ولا مستقيل براتيكمون دو فات. لكن سي الحبيب رفض معناها الاهانه هذه، خاطر الراجل ظهر فيه الاسلوب اللي عمله سي الباجي بتاع تشفي مقصود ومتعمد. شنو الراجل يسمع بالمبادره هذه كيفك معناها في الراديو، وما يسميش حتى ما يسميه، نقول رئيس الحكومه الحالي، تم اهانه متعمده. فرفض سي الحبيب السيد الاهانه هذه الاسلوب هذا، وتحسن مره اخرى بالنص الدستوري وقال لا نمشي نجدد الثقه نتاع البرلمان ونخرج بشرف. وعشنا كالشر التراجيك هذاك نتاع تهديدات وتمرميدات ولا ينذراع ما بين المؤسستين الرئاسه والحكومه. عسير في الاخر انتهى الامر بخروج سي الحبيب السيد، وسي الباجي حقق الهدف الاول نتاع المبادره نتاعو. الفصل الاول نتاع المسرحيه انتهى. نجيو توا للفصل الثاني، هذه حكايه ورقه الاوليات. انا اوليات يا ولدي، سي اون فارس. شنو اوليات؟ فماش تونسي على 11 مليون ما يعرفهمش الاوليات هذوما. حافظين محفظه الناس كل الفساد والارهاب والتشغيل والفوارق الجهويه والفوسفات والناس كل حفظتهم. وهكا توا بعد عام ونص نجي نقولوا انا حدوا الاوليات من جديد، وهذا كلام. والاوليات هذوما موجوده في ورقه التوجيهيه نتاع المخطط، موجوده في برنامج نداء تونس، موجوده في برنامج الحكومه نتاع السيد الحبيب السيد اللي زكاه البرلمان. شو طلع هذا؟ ولا عاد شوفك السينما مسرح اللي عملوا هذا السيد الباجي، فهمتني ولا؟ موكب صولونيل رسمي في صدر الجمهوريه، فهمتني ولا؟ هو قاعد على كنبي هكا من غادي يشرف على الحفل، ورؤساء الاحزاب مسلسله هكا واحد بعد واحد، فهمتي ولا؟ وطاوله هكا مزخمه هكا صولونيل زاد وكذا، وبدا كل واحد يجي موافق 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 على شنو؟ موافق على شيء متفقين عليه التوانسه الكل يا رسول الله. موافقوا صح، ولات عندنا ديكلاراسيون دو كارتاج، بيان قرطاج. هذاك داخل في المسرحيه لازم تكون عندها أبهة هكا، وعندها قرارات مفصليه تاريخيه ما بين عهدين، ما بين ما قبل المبادره وما بعد المبادره. تجديد الشرعيه اللي حكيت عليها. الهدف الثاني بتاع المبادره تحقق. نجيو توا لتعيين سي يوسف الشاهد. تعيين يوسف الشاهد سبق بأشهر المبادرة، إعلان عن المبادرة. ثم جريدة كتبت أشهر قبل الإعلان عن المبادرة، كتبت قالت راهو سي الحبيب السيد باش يتنحى وباش يعوضوا
يوسف الشهاد ما كتبت مكتوب. وهنا سي الباجي يستعمل الحقيقه الدهاء نتاعو والذكاء نتاعو، وخاصه تمكنه من مدى الزمن، تدير لا ميتريز دو تون. هو الحقيقه نابغه في الشيء هذا، يخلي الامور طيبه كا وحدها، ويتفاعل اونتر تون مع الاحداث، ويراوغ ويناور وكذا حتى لين يحقق الهدف نتاعو اللي هو تعيين سي يوسف الشهاد بالذات. سي الباجي يعرف سي يوسف الشهاد من الاوساط العائليه، يعرفوا يا اخي. هما توا سي الباجي وسي الشاهد يوسف وسي حافظ كلهم يقولوا لا احنا من عندنا لا قرابه لا مصاهره. هي باهي ما عندكمش لا قرابه لا مصاهره، اما عندكم كون. احنا بالتونس يقولوا كون، يكونوا من بعضهم. يا اخي سي الباجي يكون من سي يوسف الشاهد، يكون منه. راجل السيده سلوى بنت سي الباجي عنده كون قرابه من سي يوسف الشاهد. هي شنو المال؟ دونك يعرف سي الباجي، يعرف سي يوسف الشاهد من الاوساط العائليه كل شيء. وربما راهو اختاروا قال هذا والله هذا نجم يجي، عنده مواصفات عنده ريشه هكا ويتكلم بالانجليز. هي تو لانسيه. وسلك سياسه المراحل بذكاء ودهاء وصبر وفتنه حتى لين نصب وزير اول. ايش عمل؟ اولا سماه كاتب دوله للفلاحه، ولا وزير الفلاحه، حتى حد ما جاب له خبره. ما هو السي يوسف الشهاد هذا عنده تكوين فلاحي، يخدم في السفاره الامريكيه عامين وثلاثه، لاهي بالفلاحه، مش فلاحه تونسيه، لا الفلاحه العالميه اللي مسيطر عليها امريكا. ومن بعد خرجوا من الردم وكلفوا بتنسيقيه لجنه 13 اللي باش تهز المؤتمر سوسه، مؤتمر الانقاذ نتاع نداء سوسه في سوسه. سماه المنسق نتاع خريطه الطريق. وقت اللي جاء المؤتمر سماه رئيس المؤتمر. هاي الناس شكون يوسف الشهاد؟ شكون يوسف الشهاد؟ رئيس المؤتمر. والغايه نتاع سي الباجي شنو هي؟ باش يوسف الشهاد يكسب وزن سياسي، ما عندوش وزن سياسي، يكسب وقت اللي يولي رئيس مؤتمر نتاع حزب حاكم، يولي عنده ثقل سياسي، يولي عنده يكسب بعد سياسي في مسيرته. ورغم اللي سي يوسف الشهاد فشل في المؤتمر، لأن المؤتمر كان يرمي إلى إنقاذ نداء تونس. يا أخي نداء تونس انقسم، وهو توا فما انقسام جاي جديد، الشيء اللي تبقى فما مناورات باش يتقسم مرة أخرى، بحيث فشل. كان باش يرأس مؤتمر لإنقاذ تونس، يا أخي رأس مؤتمر لهلاك نداء تونس. رغم هذايا سماه وزير كامل المرة هذه، مش كاتب دولة، وزير الشؤون المحلية في وزارة الداخلية. مهمة دقيقة ومحسوبة كالعادة، خاطر سي الباجي يحسب كل شيء مع بلديات وتقسيم التراب البلدي وكذا، وخلفيات نتاع السياسية نتاع البلديات واستباقاتها وكذا. بالصفة هذه ولا مهيئ باش يقترح لرئاسة الحكومة، وفعلا هذا كان يصير. وهذه المسرحية الفصل الرابع نتاع المسرحية. على خاطر شنو؟ والله شيء يضحك. تو ما تفهموا هذوما الأحزاب التسعة والأعراف والعمال باش كل واحد يقترح أسامي، اقترح أسامي لتبوأ منصب رئيس الحكومة. وقت اللي يتقابلوا في القصر برئاسة الباجي، وجاب كل واحد ورقة فيها الأسامي نتاع المترشحين نتاعو. سي الباجي عمل لهم قص عربي كما نقولوا احنا بالتونسي. قال لهم لا استنى ما خليهمش يتكلموا ساعه. قال حب المبدا، قال ما انا عندي مترشح عربي، ربي يعطيني فيهم رايك. راهو سي يوسف الشهاد واطنب في مديحه وعدد خصاله. ومن بعد قال لهم يا سيدي ها عندكم 48 ساعه باش تقولوا لي موافقين ولا لا. معناها ما خلاهمش يقولوا على المترشحين نتاعهم الكل. قص عربي. بعد ما فك 48 ساعه بطبيعه الحال كل شيء تمشكى وطريق وتفصل كما يحب هو.
اغلبيه ولات موافقه عليه، حيث وقت رجعوا للقصر بعد 48 ساعه قضي الامر. الديكري بتاع تسميته حاضر، وعيطوا للصحفيين باش يحضروا على المنصب على الموكب. عمل بيهم اللي حب. ايش مازال تو؟ مازال الفصل الرابع، يعني تشكيل حكومه وحده وطنيه. يا اخي انا حكومه وحده وطنيه هذه، وهذا كلام شنو حكومه وحده وطنيه؟ اللي قاعده تتشكل تو ماهيش باش تكون حكومه وحده وطنيه يا اخي. معيز ولو طاروا بالسيف. حكومه وحده وطنيه لها شروط، يلزم بشرطه المعارضه تكون مشاركه فيها، المعارضه الفعليه كما الجبهه، كما حزب سي محمد عبو مثلا، اقصي هذا الحزب هذاك والجبهه ما شاركتش، ويلزم المنظمات الاجتماعيه الكبرى تكون مشاركه فيها. حكومه وحده وطنيه يلزم القوى السياسيه والاجتماعيه الفاعله الهامه الكل منخرطه في الحكومه هذه مشاركه فيها. ورئيس الحكومه يلزم يكون محل توافق واجماع. اور سي با الكا. ما هوش هذا اللي باش يصير يا اخي. باش نقول ما هيش حكومه وحده وطنيه، حكومه سياسيه، حكومه محاصصه مره اخرى. محاصصه ويرزينا فيها هذه الكلمه تاع محاصصه. الناس ما تفهمهاش هذه محاصصه. شو معناها محاصصه؟ تقول كل واحد وبايو، كل واحد وبايو. ومن توا هاكا حركه هذا بلسان على لسان رئيسها بدهائه المعتاد قال لك اخويا احنا ما نشاركوا الا بشروط. الحضور الرمزي نتاعنا في الحكومه هذه ما عادش ساعدنا. السيده محرزين العبيدي كيف قالت احنا يلزم الحكومه هذه تاخذ بعين الاعتبار الحجم نتاعنا البرلماني. وزادوا عدلوا شويه كي العاده، قالوا ماذا بينا وزراء السياده يقعدوا، ابقاء وزراء السياده. علاش؟ خاطر وزراء السياده يساعدهم، خاصه الداخليه والعدليه ما يحبوش يبدلوه. دونك ماهيش حكومه وحده وطنيه. ورغم هذايا توكي باش تكمل تتشكل حكومه باش يقعدوا يسميوا فيها حكومه وحده وطنيه، خاطر يدخل فيها واحد كيما نجيب الشابي قالوا لي وشنو. وهكذا يحقق سي الباجي قائد السبسي اهداف الفصول الاربعه. سي حبيب السيد أزيح، ورقة الأوليات وقع عليها، سي يوسف الشاهد نصب، وحكومة الوحدة الوطنية شكلت. وسياسيين سي الباجي نجح، هذا في السياسة العبارة بالنتائج، نجح فيما سعى إليه، نجح في تحقيقه. وظهر لدى الرأي العام جدد نوعا ما في بس اوتوماتيك جدد نوعا ما شرعيته وشعبيته، لأنه ظهر لدى نصيب جزء هام من الرأي العام أنه منها سعى إلى تكوين حكومة وحدة وطنية، وحتى على رأسها شاب وسيم وفي نطاق تشبيب السلطة السياسية فهمتي ولا، وقال لنا صرحنا عن الوضع الاقتصادي وكذا. فاكسب سياسيا، اكسب منها العملية حسب هكا. أنا حبيت أن نعمل حوصلة هذه فصول واطوار المبادره دي باش نبين اللي الاهداف نتاع سي الباجي واغراضه ما هيش وطنيه في حقيقه الامر، ما هيش وطنيه، هي سياسيه. لو كان جا الغرض نتاعو الهدف نتاعو وطني راهي مشات الامور بغير الصفه هذه، بغير التمشي هذا. راهو عيط لسي حبيب السيد برجوليه كما نقول، قالوا سي الحبيب فين مكتوب رانا جاء الوقت باش نعملوا حكومه وحده وطنيه، وماذا بك تعاوني وتختار معايا شكون باش يخلفك. راهو سي الحبيب السيد استقال سير لو شون فورا، راهو استقال. خاطر سي الحبيب السيد ملي مشى دا ضرب فيه معناها في التنسيقيه نتاع الاحزاب الحاكمه، مشى لسي رئيس الدوله قال له سيد الرئيس كان تحبني نمشي تو نمشي. قالوا ليه لا حسب بيكم دعموا فيه، قاعد يدعم فيه هما والاربع احزاب الاخرين دعموا فيه علنا. وراهو فهمتني بعد ما استقال ما راهو ما عشناش الشهر هذاك الرهيب، وراهو تسويت توسعت الحكومه الائتلاف الربع هذا، توسعت لبعض الشخصيات معناها فاعله فهمتني وانا عندها مصداقيه، وقعدنا واخترنا وبدينا نخدموا على رواحنا. مش 3 اشهر معناها دراماتيك، زوز حكومات واحده ريال والاخرى فيرتوال فهمتني ولا، وصراعات وتوترات ومشاورات
ولا ذراع وكذا، وبرا عاد شوف الحكومه هذه تتشكل ولا لا. دونك خسرنا 3 شهور، هكاك خسرناهم في وقت رهيب، في وقت دقيق، في وقت حرج، في وقت كارثي. ورغم هذا الكل، احنا كتوانسه ما بقناش اختيار اخر، عندنا اختيار واحد، الرقم النقائص هذه والمناورات هذه والخلفيات هذه. لكن رغم هذايا ما سالش، ورغم اللي معناها البرلمان سحب منه ثقته، خاطر وقت اللي سحب البرلمان ثقه ما سحبهاش من سي الحبيب السيد، سحبها من الوزراء الكل. رغم اللي البرلمان سحب منه ثقته كوزير، سير الباجي سماه وزير رئيس حكومه. رغم هذا الكل احنا ما عندنا اختيار، كان اختيار واحد توا كدواس، ان نساعدوا الحكومه الجديده ونخليوها تخدم ونباركوا لها ونساندوها ونعطيوها حظها. علاش؟ على خاطر الوضع بتاع بلادنا خطير الى اقصى درجه. عمرها تونس ما عرفت حالة بالدرجة هذه من الخطورة، جميع في تاريخ بلادنا الحديث. وتنقل لكم علاش. قبل ما يخرج سي الحبيب السيد عمل حوار مع الأستاذ برهان بسيس، وقال احنا الرصيد نتاع العملة الصعبة نتاعنا مرتاح مريح، ما عندناش مشكل. وقال اللي الدولة التونسية ماهيش باش تفلس، وقال اللي الديون نتاعنا باش نخلصوهم كالعادة في وقتها، وعلى بعبقرية التونسية. ايفيدامون واحد في بلاصتو ينجم يقول كان هكاك يبعث رسالة طمأنينة للشعب، لكن في الحقيقة الأمور مش كما هكا، مغايرة تماما ومش صحيحة اللي قالوا سي الحبيب السيد وقالوا غير. كان من رصيدنا نتاع المخزون نتاع العملة الصعبة في مغالطة. ايش تعمل ايش يعمل البنك المركزي؟ يحسب الإعانات اللي جايتنا من برا والقروض، يحسبها ضمن الرصيد نتاع العملة الصعبة، وهذه مغالطة. يقولوا احنا معنا التغطية نتاع 92 يوم كذا، ما عندناش تغطية نتاع 90 يوم، مش صحيح. تو في الخزينة نتاع الدولة ثم 712 مليار دولار فقط، ما يغطيوش الشهري بتاع الشهر الجاي بتاع سبتمبر. في الوقت هذا 5 أوت الرصيد بتاع الخزينة الدولة فيها 712 مليار دولار، والرصيد بتاع العملة الصعبة ماهوش اللي يقولوا عليه، لأنه يحسبوا فيه الإعانات اللي جينا من الخارج. ويقول سي الحبيب السيد اللي احنا باش نخلصوا ديوننا كالعادة، باهي نخلصوا ديوننا، اما اذا كان عام الجاي نخلصوا ديوننا ما نخلصوش الشهري، ما نجموش. احنا عام السنه هكا بفضلك القرض نتاع الصندوق النقد الدولي نتاع 2.8 مليار دولار، 6000 مليار دولار، كان ما عطاوناش، ماهوش في يعطيونا، تو نوحلوا ما نخلصوش الشهري. وعام الجاي باش نعملوا؟ شكون باش يسلفنا عام الجاي؟ هي نسبة النمو 2%، والموارد الكبرى نتاع الدولة معطلة، الفوسفات والتوريزم ربي فرج عليه، والبترول اللي ربحناه من انهيار البرميل خسرناه في بنقص الانتاج نتاعنا. باش نجموا عام جاي نعملوا موازنة ميزانية متكاملة هكا اكيليبري، دونك باش نتسلفوا زاد عام الجاي، باش نتسلفوا باش نرجعوا السلف. احنا في حلقة مفرغة معنا في السيركل نتسلفوا باش نرجعوا السلف. دونك اذا كان باش كما قال باش نخلصوا الديون، منين باش نجيبوا نخلصوا الشهري؟ هذه المعادله الخطيره اللي باش نلقاو روحنا امامها، ربما في اخر العام هذا امام خيار احلاهما امر من المرار، اما الشهري ولا الديون. وباش نلقاو روحنا في وضعيه اتعس واخطر من وضعيه اليونان. اليونان لقات شكون يوقف معاه، لقات شكون يوقف معاه، الاتحاد الاوروبي وما ادراك، وضخ لليونان في 4 مناسبات آلاف المليارات، ورغم هذا اليونان اضطر لتنقيص الشهري
والجرايات نتاع تقاعد، وعمل سياسه تقشفيه رهيبه. ايوا احنا شكون باش يعاوننا؟ ما عندنا كان وجه ربي، ما عندنا كان وجه ربي، على خاطر اخواننا العرب الخليجيين تعيهم تقبض. كانك من الامارات هذيك ولات من اللي سي الباجي تحالف هو سي راشد سكرت اسباب الكل، ولات معاديه جمله واحده. توا اللي باش يطلب فيزا تونسي يطلب فيزا للامارات يلزم ضمان من وزاره الخارجيه، وثم الاف من التوانسه طالبين فيزا بدون جدوى، هكا يمشوا فيهم يجيب مرمدوا فيهم كذا. كانك من السعوديه هذيك هي ولات تتسلف بنفسها. هما مشى سي الباجي القادم عملوا له استقبال باهي هكا وشويه كادوات وكذا، ومن بعد عطاوه تمويل نتاع مولد كهربائي فهمتي تفتوفه ما نعرفش قداش 700 مليار وكذا باش ما يروحش بخفي حنين. وكان بقات قطر، لا قطر تعطي، لا تعطي خير وبركه، مئات الاف ربما المليار دولار ما تعطي للجمعيات الخيريه. قالوا لي ثم تدقيق تو باش يشوف وين مشات الاموال هذه، شوف تدقيق كذا يحضر ولا لا، ولا يتلف عليه كالعاده. هي قطر حتى نتنياهو عطاته راهو. نسمع المره الاخرى في وزير الخارجيه نتاع اسرائيل هذيك السابقه سفيني، قالت والله بارك الله فيه امير قطر، اعطى نتنياهو في الحمله الانتخابيه نتاعو 3 مليون دولار، 3 مليون دولار، بحيث قطر تعطي. اما الدوله التونسيه ما عطاتهاش، عطاتها قرض واحد مثلا 1000 مليار، وكنا مجبورين العام الجاي في 2017 باش نرجعوا. هاكا سي الباجي بارك الله فيه ما قصرش معناها، بعث وزير الخارجيه نتاعنا بتم تميمه باش يلحلح بقطر، يصبروا لنا شويه وخلونا باهي باهي تو نصبروا عليك ما ثماش مشكل. وعد ربي على تونس، وعد ربي على تونس. العام الجاي وضعيه الحقيقه رهيبه مأساويه باش نعيشوها، ما نعرفش كيفاش باش نخرجوا منها. يلزمنا بحر نتاع غاز، نلقاو بحر نتاع غاز، ولا المولى سبحانه وتعالى هكا معجزه من المعجزات نتاعو باش نخرجوا منها. وباش نلخص ونجسم الوضع مأساوي اللي وصلنا له رسول الله. سفير ألمانيا في تونس يعمل تسريح يقهر، يعني كبر غصة، قال ما عادش يجيك تونس حتى سائح ألماني ما دام ثم الزبلة في بلادكم. خافوا من الكوليرا يا جماعة. وصلنا لتونس هكا في الجرايد تو الألمانية مكتوب الألمان ما عادش يمشيوا لتونس على خاطر تونس مسخة. وين وصلنا يا رسول الله؟ مش شيء قرا بلادنا العزيزة كيفاش باش تمشي بين يدينا. وهالوضع هذا الكارثي نتاع الاقتصاد التونسي. سي الباجي قايد سبسي عمل له تصريح هذاك مع الاستاذ برهان بسيسي وقال هاكا الانتاج نقص والديون كثرت فهمتني ولا لا، ونسبه النمو ضعيفه، والوضع كان هذا الوضع هذا في باله به سي الباجي قبل ما يولي رئيس، قبل ما يولي رئيس في باله بالوضع هذا. ونذكر في الاجتماع نتاع الهيئه التسييريه نتاع نداء تونس قبل في الحمله الانتخابيه بحضوره خذيت الكلمه قلت سي الباجي من الافضل والاحسن انك تصارح الشعب التونسي بالوضع الاقتصادي والمالي نتاع الدوله باش تهيئ الراي العام التونسي للتضحيات اللي تستنى فيها، وباش ترفع على نفسك الملام، وباش ما تتحملش تبعات ومسؤوليه اللي سبقوك. الترويكا الكارثه السخطه اللي ربي بلانا بها الترويكا اللي هزتنا الوضع اللي احنا فيه. قال لي كيف اللي اقتنع انا وقتها وكذا. بعد 10 ايام عملنا اجتماع رهيب في انتخابي رهيب في صفاقس العزيزه على قلوبنا، وطلع عمل خطاب فهمتي ب 20 دقيقه قال فيه كل 4 ايات يدبر فيهم راسهم كالعاده، والالتزامات انتخابيه عاديه، وهبط
في القاعة من بعد تاع الاستقبال قال لي بربي قدام الجمعة هذه أنا باش نعمل خطاب على الاقتصاد وكذا. قال لي مش وقت. هذا هو الوضع، بحيث ما عندناش اختيار آخر، يلزمنا نساندوا الحكومة هذه الجديدة بلي نجم. ويا باب الله، ويا باب الله. يبقى السؤال الآتي: يا ندرى بالرئيس هذا وبالحكومة هذه اللي ماهيش حكومة وحدة وطنية، وبرئيس الحكومة هذه اللي من صبحته ركب ميل، وبالدستور الحموم هذا اللي ربي سخطنا به، الدستور الكارثي الخليقة الصنيعة أن أكني أن أوبجي كونستيتيسيونيل نون إيدونتيفي، لا رئاسي لا برلماني. وكما شفنا في العام ونص هذايا ولا مصدر شلل، ان فاكتور دو باراليزي دو ليتا اي دي انستيتيسيون دو ليتا. بالدستور هذا وبالحكومه هذه وبالبرلمان هذا اللي ولا البرلمان ولا ما عادش يعكس اراده الناخب التونسي. مش البرلمان هذا اللي حبوا الناخب التونسي، حب معارضه قويه وحب حزب حاكم قوي متجانس. يا اخي توا بيحاول بيزاج نوتر بيزاج في صاله اخرى. الحزب الحاكم الاولاني ولا مقسوم في اثنين، فهمتني ولا لا؟ ولا هو الثاني. والسياحه برلمانيه معناها من نايب لنايب وبيع وشراء وكذا. دونك بالعناصر هذه باش نجموا نخرجوا من المأزق هذا بالحكومه هذه بالبرلمان هذا بالدستور هذا بالرئيس هذا. هذا السؤال المطروح. ان شاء الله، انا نقول ان شاء الله، خاطر تونس في خطر، والاهم قبل المهم. هذا الشيء اللي حبيت نقوله باختصار. قبل ما نختم نحب نقول اللي في شهر سبتمبر المقبل، في بداية شهر سبتمبر المقبل قدرة ربي باش ننشر نبث فيديو آخر نشرح فيه الخطيئة، لو بيشي اوريجينال، يعني الخطيئة الأم، الخطأ الأم اللي تفرعت عليه بقية الأخطاء والكوارث اللي قاعدين نعيشوا فيها، واللي يتمثل في المقابلة والوفقة اللي عملها سي الباشي مع السي راجل الغنوشي في باريس. الوفقة هذيك هي الخطيئة، هي سي الباشي اوريجينال. خاطر سي محمد سي راشد وسي الباشي ما تفهموش باش ينقذوا تونس، تفهموا باش يقسموا السلطة. باش نفسر في الفيديو هذايا الدوافع والأطوار والأغراض والأهداف والمقاصد نتاع الصفقة هذه. وباش نقول زادا، أنا وعدت باش نقول الحكاية هذه في فيديوهات سابقة، لكن الظروف ما وداتش، حبيت نقوله في التلفزة، لكن ماهوش ممكن. باش نقول اللي في الرئاسية الفارطة كان ثم حل آخر بخلاف السي المنصف المرزوقي والسي الباشي قايد السبسي، ثم كان حل ثالث باش نقول المرة هذه. تحية تونس.